بيوقفهم الملك وبيلبس سندريلا تاج الأميرة، وبيقول لها إن الأمير عارف يختار شريكة حياته. ومن الناحية التانية بنشوف نفيسة ودورية وهما بيتخانقوا على شريطة الشعر، وطبعا زي العادة بيضربوا بعض. لكن وقتها بتظهر مامتهم اللي بتسكتهم هما الاتنين، وبتقول لهم إن حفلة سندريلا بكرة بالليل وأغنياء هيكونوا موجودين، ولحظتها بتقول لهم إن دي فرصة كويسة علشان يختاروا عرسان ليهم، وبتأكد عليهم إن الشكل واللبس هو الطريق الوحيد للحصول على زوج مناسب. وعلشان كده قررت إنها هتاخدهم السوق عشان تشتري ليهم فساتين وجزم وكمان مجوهرات. وفعلا بيخرجوا السوق، وأثناء ما هم ماشيين البياع بيعرض على نفيسة طوق ورد تلبسه لحبيبها في الحفلة. لسه نفيسة بتمد ايديها علشان تاخده، لكن مامتها بتناديها فبتجري بسرعة وبتروح وراها. وبنرجع تاني سندريلا اللي هي كمان بتخرج من القصر، لكنها متنكرة علشان محدش يعرفها. وقتها بتقابل أصحابها الفيران وعصافير